اليوم مشوارنا على لبنان والصفيحة البعلبكية، بس إن شاء الله أكون عملت على أصول كرمال ما يزعلوا مننا إخواتنا اللبنانية. على الطحين بنزل ملح وسكر وخميرة وبحرك زيت الزيتون، وبرمل بطراف الأصابع، بضيف عليهم مي دافية وبعجنه لمدة 10 دقايق لحتى تتكون عندي عجينة بتلزق بهالشكل هذا. ما تخافوا، هي هيك أصولها. برش الصحن طحين وبغطيها بنايلون ومنشفة وبتركها ساعة ترتاح لحتى أحضر حشوتي. على اللحمة الناعمة بنزل البهارات والبصل، فليفلة خضراء وفليفلة حمراء والبندورة، وعطيتها هون ضربة رب البندورة على ضربة دبس رمان، عطاها طعم جوسي بيطير العقل. بعجن لحتى تصير عندي بهالشكل هذا، بحطها بمصفاية لأتخلص من السوائل. هون جاهزة عجينتي، برش السطح بالطحين وقسمتها لنصين، وهلا بشتغل فيها. بفردها بالشوبك وبعدين بقطع دوائر بأي قطاعة عندكم. هون اتركوها ترتاح 5 دقايق بعد الفرد كرمال لا تلم العجينة معكم. بحشي حشوتي وبسكرها من الزوايا الأربعة وعلى صينية مدهونة زيت على فرن محمي كتير لمدة 10 دقايق، وبدهن وجهها بالزيت كمان. عصرة ليمونة وكاسة لبن وفليفلة حدة وعرق نعناع أخضر، واستمتعوا وصحة وهنا على قلوبكم. وبس والله.